الآن ينضم إلينا من الرباط مراسل الشرق أنس عياش. أهلا بك معنا أنس، يعطيك ألف عافية. بداية هناك مباراتان تشارك في كل واحدة منهما مصر والمغرب، ماذا يدور من حديث حول هاتين المواجهتين بداية؟ نعم، هما مواجهتان قويتان اليوم لاثنين من المنتصرين في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، مصر والمغرب. دعيني أقول لك هديل أن الصور الآن من ملعب أكادير تظهر مشاهد جميلة للجماهير، يعني الملعب ممتلئ عن آخره بالجماهير المغربية والمصرية التي تساند المنتخب المصري. المغاربة يرفعون الشعارات والأهازيج المعتادة، سير سير، يعني تشجيعا للمنتخب المصري في مواجهة جنوب افريقيا. هي مباراة قوية طبعا لفريقين قويين افريقيا، من الفرق المتمرسة في كرة القدم الافريقية، مع شيء من الأفضلية للمنتخب المصري، طبعا صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة ب7 كؤوس. وإن كان تاريخ المواجهات بين مصر وجنوب أفريقيا تميل فيه الكفة لصالح جنوب أفريقيا في 5 مناسبات تقريبا، لكن الفراعنة يبدو أنهم يعني يستمدون روحا إيجابية من الجماهير التي تجعلهم يشعرون وكأنهم يلعبون على أرضهم وسط جماهيرهم. المقابلة الثانية طبعا المهمة هي التي تجمع بين المنتخب المغربي ومالي هذا المساء على الساعة 9 مساء بتوقيت الرباط في ملعب مولاي عبد الله في العاصمة. هذه المقابلة وإن كانت صعبة أمام منتخب مالي الذي يحاول أن ينتزع فوزا بعد تعادله، اكتفائه بالتعادل في المباراة الأولى، وبالتالي يعني ستكون مباراة قوية، لكن الغلبة فيها أيضا تبدو للمنتخب المغربي بالنظر إلى تاريخ المواجهات بين الفريقين، وأيضا بالنظر إلى أن فريق منتخب المغرب يلعب على أرضه وبين جمهوره. ننتظر نتيجة جيدة للمنتخب المغربي، ربما قد تضمن له التأهل مباشرة إلى الدور الموالي. التوقعات إذا سنتابعها معك أنس عياش. كنت